أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برودكاست مش مشهور مع محمد سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في بودكاست مش مشهور. الحلقة بقى النهاردة غريبة. ليه غريبة؟ مش غريبة ولا حاجة، يعني عادية خالص. والله احنا عندنا حد جميل جدا. الحد ده بيشتغل في اللغة الإنجليزية. بيعمل ايه؟ مدرب يعني بيمرن الناس على اللغة وحاجات كده، وليه فيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى منصات التواصل الاجتماعي اللي احنا عليها ديت. تابعته واتفرجت عليه، عجبني، بيقول افكار حلوة كده، فقلت ايه المانع ما يبقى معانا في بودكاست مش مشهور. لان اللغة الانجليزية بالنسبة لبعض الناس او لكل الناس يعني اللي بتحب تشتغل، من الشباب بقى او حتى كمان دلوقتي بدأت اللغة تكون منتشرة في الشباب الصغير، كمان الاندر ايج، كمان الكيدز، تاخد كورسات لغة انجليزية علشان خاطر قال يعني هو ده المستقبل بقى وكده وحاجات من هذا القبيل. وقال يعني ديت انا مصر عليها لان انا شايف وليا وجهة نظر تانية، بس ان شاء الله نعرضها خلال البودكاست. المهم هو هوس، اسمه هوس تدريب اللغة الانجليزية. هنا معانا مريم سمير، مدرب لغة انجليزية، هيكلمنا عن الفكرة ديت. وعلى فكرة على المستوى الشخصي انا اعرفه من سنين طويلة جدا، ويمكن من الناس اللي انا بشوف ان في كده حاجة مختلفة في كلامهم عن اللغة. هنتكلم عن حاجات كتير النهاردة هي تعرضها علينا، ولكن هي هتعرفكم بنفسها. تفضلي ولك المايك يا أستاذتي. شكرا يا مستر على المقدمة الحلوة دي. أنا مريم سمير راغب، أنا بدرس لغة إنجليزية بقالي 13 سنة. راغب كانوا زمايلي وانا صغيره بيقولوا لي راغب علامه، مريم سمير راغب علامه. عشان كده انت لغيتيها لا هو انا طولي بقى جدي راغب علامه، دي حاجه زي الفل يعني. انا بدرس لغه انجليزيه بقالي 13 سنه، خاصه في مجال الكورسات، وعدى عليا حاجات كتير. خدت كورسات كمان زي التيسل، وخدت كورسات اكاديميك رايتنج وحاجات كده كتير. المهم يعني الى حد ما بقى عندي خبرة اقدر اتكلم فيها عن حاجات كتير تخص اللغة الانجليزية وتخص تعلم اللغات عامة. يعني هي اللغة ليه مهمة في حياتنا مس مريم، او يا مريم؟ يا احب اقول لك مس مريم ولا مريم ولا انت عايزاه يا فندم؟ لا مريم عادي. وانا بالنسبه لي محمد على طول. الله يرضى عليك، بلاش مستر دي، بلاش تمسترين، يعني الناس ما تعرفش اصلا على البودكاست ان انا مستر وبتاع وجو من ده. خلاص ماشي. اوكي. ايه اهميه اللغه في حياتنا يعني؟ طيب اللغة دلوقتي مهمة عشان تقدر يبقى عندك شغل كويس، بوزيشن حلو، تشتغل في شركة كبيرة. اهم حاجة ان انت يبقى عندك لغة، وحاليا ما بقاش مفضل ان انت يبقى عندك لغة واحدة، يفضل ان انت يبقى عندك على الاقل لغتين. انا مش عارف اجيب لغه واحده، اجيب لغتين يعني ما هو ده اللي هنتكلم فيه، ازاي اصلا تجيب لغتين من ان انت تتعلم لغه واحده، دي حاجه كمان يعني. تمام. ايه تاني ممكن؟ لو انت حابب تسافر، عارفين يا جماعه كده لما اتفرجنا على المسلسل بتاع موضوع عائلي، واتفرجت على رمضان حريقه وهو مش عارف يقول كلمتين على بعض للناس وهو مسافر. هو مش بس الكلام ده، هو الراجل كان مضيع والشاليمو ده راجل جامد والله. ما كانش بيعرف يتكلم كلمتين انجليزي على بعض. فبدل يا جماعه ما يبقى شكلنا وحش بره كده قدام الاجانب، نقدر برضو كمان ان انا لو سافرت اقدر اعبر عن نفسي واقدر اعبر عن اللي انا عايزاه. واعتقد ان كل حاجه دلوقتي مكتوبه بالانجلش، حتى العربي بيتكتب بالانجلش، اللي هو الفرنكو ارب ده، عربي فرنكو ده. كل حاجه على فكره انا ما بحبش اللغه الانجليزيه. ليه يا مستر؟ دي سهله. دي حقيقة. لا بالنسبة لي والله حاجة كده يعني شوية بحس ان فيها ملل كده، مش مملة. هي مملة فعلا اللغة؟ لا، تعلم اللغة مش ممل خالص، بس هو الموضوع معتمد على المدرس او اللي بيعلمك. هل اللي بيعلمك قدر يوصل لك حبه للغة؟ ما هو انا لازم عشان اعلمك حاجة لازم اكون بحبها. لو انا بحب الحاجة اللي بعلمها فانت هيوصل لك الحب ده، فانت كمان هتبقى passionate، انت كمان هتبقى شغوف. لا بس انا مشكلتي مش في كده خالص. هنا بقى يعني بلاقي ان العيال بصراحة اللي بتتكلم لغة ديت تحديدا الرجالة، يعني عشان احنا يعني عنصر ذكوري، بيتمرقعوا كده في النطق. ده في الانجليزي. امال لو بيتكلموا فرنساوي هتقول عليهم ايه؟ يعني بحس ان هي يعني فيهاش الحته دي يعني. لا بس خالص. على فكره بحس ان اللكنات بتختلف. يعني لو لكنه مثلا بريتش بتلاقي، يعني عارفه سيلفستر ستالوني، عارفه الراجل ده كان بيتكلم بريتش ولا امريكان؟ كان بيتكلم امريكان.
كده ما هو صح؟ الاكسنت دي من ضمن الحاجات اللي عايزين نتكلم عليها النهارده، ودي هنسميها من خزعبلات اللغه. خزعبلات اللغة، الله عليك يا أيوان. شوفوا يا جماعة بقى البودكاست بتاعنا مختلف جدا. ليه بقى؟ خزعبلات اللغة حاجة كده من الحاجات الخزعبلية. شايف المصطلحات؟ هي دي اللغة العربية بتاعتنا، هي دي اللغة العامية العربية. بتاعتنا. حصل. طب ايه هي خزعبلات اللغة بقى؟ هنبدأ انت بالحاجة اللي شدتيني انت بالموضوع ده. الحاجه اللي انت لسه سألني عليها حالا، وهي الاكسنت. ده واصل فاستر ستالون كان بيتكلم مش- بالطريقة دي. حلو. يعني هي دي صح ولا غلط ولا هو طبعا كان... صح، هو راجل نيتيف، هو راجل من البلد، يعني مفيش اكسنت صح، مفيش اكسنت غلط. برافو عليك، هي دي خزعبلات اللغة بقى. دي اول حاجه. الناس اول ما حد بيجي يسال كده انا هاخد الكورس الفلاني، طيب هو احنا هناخد اكسنت امريكان ولا بريتش؟ هناخد الاكسنت الامريكيه ولا ما الاكسنت احنا عارفة البريطانيه؟ بنشتري اللغة باترينا في الباترينا. اه عارفه الناس اللي بتروح تنقي ما بيبقوش فاهمين حاجه، دي بالظبط. شكلها حلو يمكن يبقى افضل، اصل ده شكله كده، فاهماني؟ بالظبط. بالباترينا انا عايزه الامريكان اللي هي الحته الامريكان عليها بقى فليفر بريتش. احب بقى افاجئك بمفاجاه لطيفه قوي. اتفضل. ان الامريكان لوحدها، يعني اللغه الامريكان فيها على الاقل 30 لهجه. الله اكبر. يعني عندك في لهجات للشمال غير لهجات الجنوب غير لهجات الشرق غير لهجات الغرب. بريطانيا بقى شخصيا فيها 40 لهجه. بريطانيا اللي هي الحته الثانيه هي بقى، البريتش بقى، اللي هي ما احنا عايزين امريكان او بريتش. حته شمال وحته يمين. ايوه. طب يا جماعه عايزين في البريتش انهي لهجه؟ في 40 لهجه، وال40 لهجه مختلفين تماما عن بعض. مختلفين في النطق يعني. مختلفين في النطق بتاعهم تماما. ما هي الاكسنت هي طريقه البرونانسيشن، طريقه النطق للحروف وطريقه مخارج الكلمات. تمام. اوكي، فاحنا كده بنتكلم في صباح الخير 70 لهجه، 30 بس امريكان، 40 بس بريتش. ده غير ان عندك استراليان اكسنت، الناس اللي في استراليا بيتكلموا برضو في ما لا يقل عن 10 لهجات في استراليا غير الكنديان اكسنت. فحضرتك بقى وانت جاي كده بتقولي انا هتكلم امريكان ولا بريتش، انت عايز مين بقى بالظبط في الامريكان ومين بقى بالظبط في البريتش؟ تمام صح. طبعا محدش بيبقى مدرك الكلام ده، هو بس يعني احنا عارفين جمله فبنقولها ها امريكان ولا بريتش. هو الموضوع اكبر من كده بكتير واصعب من كده بكتير، وده مهم للمبتدئين، ده مهم للناس كلها والناس اللي لسه بادئه. يا جماعه احب اعرفكم انه مش لازم اتكلم امريكان او بريتش، لان زي ما قلت لكم هم على الاقل 70 لهجه، فانت هتختار انهي لهجه فيهم. ده بقولك يعني ده شيء مهم. يعني انا كراجل مبتدئ اروح اشوف ان الحته دي مهمه، اروح اسال عليها، ولا مش مهم؟ المهم اعرف اتكلم او لا افك مش الخط، مش ده المهم اكون خالص. جمله يعني، والعمليه تبقى لطيفه. انت عارفه في مشكله في تكوين الجمله كده دايما الناس المبتدئه بتقع فيها. ايوه يلزق فيرب تو بي مع الفيرب على طول. حصل. ING. اي ام بلينج ان ذا روم. حصل. وبعدين انا مثلا عايز البس اقول اي ام وير. يعني انا عايز اقول انا هلبس، فانا المفروض بحط لو مؤاخذه البتاع الاولاني ده اللي اسمه اي ده أيوة. جنب الفعل على طول، الطخه كده على طول، صح؟ يعني احنا مش هنتكلم في قواعد الجرامر قوي، بس تلاقي الناس دايما بتلزق فيرب تو بي على صح. الموضوع. بيلزقوا دايما فيرب تو بي في اي حاجه. اللي هو اي ام دي موجوده في كل حاجه، اي حاجه الزق اي I ام am دي play I am will، يعني بيحطوا am و will مع بعض، بس ما بتتفهمش برضه لو ما بتتفهمش عشان الاكسنت بقى خدها في بعضها. لا. شاف الفهلوه ايه رايك؟ خزعبلات الفهلوه بتاعت اللغه. للاسف بقى لو احنا اتكلمنا بالاسلوب ده مش هيتفهم لو انت بتتكلم مع نيتيفز او بتتكلم مع ناس طريقه التواصل ما بينكم انجليزي بس، مش هيفهموا انت عايز ايه. لكن لو انت بتتكلم جرامر صح ولكن اكسنت بسيطه ولكن هي صح برضو، يعني طريقه نطقك لمخارج الفاظك صح، خلاص كده انت مفهوم. تعالى هديك مثالين كده لاتنين من الممثلين المشهورين جدا في هوليود. سلمى حايك، وهي من اصول عربيه لبنانيه مكسيكيه كمان، بس هي اللغه الام بتاعتها اسباني. انطونيو بانديراس، وبرضو اللغه الام بتاعته اسباني. الاتنين دول عايشين في هوليود، بيصوروا افلام، يعني كل واحد فيهم عامل ما لا يقل عن 10 أو 20 فيلم، مع كل الممثلين امريكان. الاكسنت بتاعتهم اول ما تسمعها الراجل ده كان بيتكلم اسباني، اللغه الام بتاعته اسباني، الاكسنت باينه، بيتكلم بانجليزي واضح وصح، ولكن لازم هتسمع اللهجه الام موجوده. زي مثلا الناس الفرنسويين، اول ما هتسمع وهو بيتكلم كده الراجل ده اصلا فرنساوي. والهنود حدث ولا حرج. الهنود حدث فاتا وبعدين ووتر مثلا بقت فاتا، بس يعني ما علينا من الهنود، هم بوظوا اللغه الصراحه. بس هم الهنود فيهم شرايح بتتكلم لغه مظبوط الى حد ما، يعني صح كده؟ صح طبعا صح. زي ما اتفقنا ان هي اكسنتس لهجات مختلفه،
حسب انت جاي منين. لغتك الام بتاثر عليك. ايه لفظ جلوبال اكسنت دي؟ يعني ايه جلوبال اكسنت؟ سمعتها قبل كده، قال لك يعني مثلا الهندي، الياباني، المصري بيتكلم لغه بالطريقه كويسه مظبوطه، بس الاكسنت لا هي قريبه من الامريكان ولا هي قريبه من البريتش، فدي نسميها جلوبال. صح كده المصطلح ده؟ يعني صح. دي الاكسنت بقى اللي انا بتكلم فيها، انه انا بتكلم proper English. proper يعني انجلش منطوق صح. حضرتك لو انت امريكان تفهمني، لو انت بريتش تفهمني، لو انت هندي هتفهمني، لو انت اي حد بيتكلم انجلش هيفهمني. دي جلوبال لانجويج او دي البروبر لانجويج. ده اللي احنا دايما بحاول اوصله للناس. يا جماعه مش لازم يكون عندكم اكسنت، لانه احنا اتربينا على ان احنا بنتكلم عربي، فانا في حروف معينه اقدر اقولها بالعربي. تيجي مثلا تعلم واحد اجنبي مثلا هو يقول حرف العين، مش هيعرف مهما نحاول، مش هيعرف يقول العين. احنا مثلا في برضو مخارج معينه طبعا زي الحرفين اللي هم عاملين مأساة للشعب المصري كله، البي والبي. احنا ما تعودناش ان عندنا فرق ما بين الصوتين، فدايما الصوتين بيطلعوا عندنا شبه بعض. طب هو صح في حاجه اسمها تقيله وخفيفه؟ ما احنا بنقولهاش كده بقى. هو صح يعني المصطلح لا صح؟ هو انت تعرف منين اذا كنت بتقولها صح ولا لا؟ هي استنى، لا المصطلح مش صح. برافو عليك، هو ده اللي انا عايز اوصل له. بس يلا كمل يا باشا. مفيش حاجه اسمها تقيله وخفيفه. مفيش تقيله، دي في حته لا تانية. في حته تانية. بالظبط كده. احنا بنقول بي، فانت بتطلع هوا ما بين شفايفك، فتعرف ان دي البي فور بن، دي اللي هي البي اللي ستريسد شويه. البي التانية اللي هي بنانا، مفيش هوا بيطلع ما بين الشفايف، فتعرف ان انت كده بتنطقها. عارفه زي ايه في العربي؟ زي اقولك القاف والكاف. يعني زي كده بالظبط، زي السين والشين. صح كده؟ صح كده. دي احنا على فكره لما كنا بندرس تعليق صوتي كانوا بيهتموا جدا بحته مخارج الحروف والحاجات دي، ودي حاجات انا اتعلمتها برضو في اللغه العربيه. وطبعا ما فيش مقارنه ما بين اللغتين، وطبعا الحروف هنا مختلفه. على فكره في ناس مش عارفه في حاجه اسمها فاولز، اللي هي الحروف AEIOU. لا ما اقصدش يعني الحرفين مع بعض يعملوا مقطع صوتي وكل مره مقاطع صوتيه مختلفه. عارفه عندنا في العربي ايه؟ واو والياء والالف. ماشي. في ايه بقى؟ احنا زي التشكيل كده يعني، اللي هي فكره الفتحه والضمه والكسره. فالافكار ديت يمكن الناس شويه ما بتاخدش بالها منها. بس قبل ما نعرج في الحته العربيه حلو، عجبتني. قبل ما نعرج على هذا المنحنى من الاسئله، هسالك على سؤال جميل جدا. يمكن لما عرفوا ان انا استضيف حضرتك يعني النهارده قالوا لي اخبطها السؤال ده عشان نعرف ردها ايه. اتفضل يا فندم. ايه رايك كيف تتعلم اللغه في 83 ثانيه و250 الف كلمه؟ اذا حفظتهم يكون عندك اللي هي الكتب اللطيفه ديت 2000 كلمه ويبقى عندك اللغه كلها. يعني انا كنت لسه هتكلم في الموضوع ده حالا وانت سبقتني فيه. ايه رايك؟ شاطر. تعلم اللغه الانجليزيه في 5 أيام. لا كتب اللي هو 250 الف كلمه لو كده. ايوه ما هم دول بقى، ما هم بيحطوا لك بقى كمان ليميت تايم. انت هتتعلم في 5 أيام، في 10 أيام، في شهر. فانا بجد نفسي اعرف هو ايه التكنيك اللي هم بيمشوا بيه، لان كان زماني اتعلمت على الاقل 15 او 20 لغه بالمنظر انا عشان ده. ابدا من الزيرو وابقى عندي لغه اخد وقت قد ايه عشان اكتسبها؟ بشرط توافر الصبر يعني. ما هو انت لازم تبقى عارف ان انت لو بيجنر، لو انت مبتدئ وما تعلمتش اللغه قبل كده، فانت عشان تتكلم بطريقه صح وتتفهم والناس تفهمك وتتواصل صح، فانت عايز من 6 شهور لسنه. من 6 شهور لسنه كافيين؟ ده لو المرحله العمريه ايه بقى؟ لا لو احنا بنتكلم على اي مرحله عمريه. بس هو المشكله في حاجه، مجهود اللي انت هتعمله مقابل اللي انا بعمله لك في السيشن. يعني انا المفروض في السيشن انا شغلتي ان انا اجايد يو، انا باخدك كده اللي هو بقولك احنا بنعمل كذا، بشرح لك الحاجات الصعبه، ولكن انت عليك على الاقل 75% من المجهود. حضرتك اللي بتروح تذاكر، حضرتك اللي بتعمل لاسننج. طبعا في ناس بتيجي برضو من خزعبلات اللغه، الناس اللي جايه تتعلم لغه وعمرها في حياتها ما سمعت الساوندز، ما سمعت اصوات اللغه دي. يا جماعه طب حتى ما تتفرجوش على فيلم اجنبي وتعلوا الصوت، لا 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 خالص. طب هنتعلم ازاي؟ مفيش. ما ينفعش ابدا اي لغه تتعلمها غير لما تسمعها. هو واحنا اطفال يا مستر اتعلمنا عربي ازاي؟ سمعناها وكان البيئه اللي هل انت اتولدت بعد اسبوعين اتكلمت عربي؟ لا طبعا. قعدت فتره على الاقل 2 من عمرك انت بتسمع اللي حواليك بيتواصل بالعربي، على ما انت ما ادركت الموضوع وبدات تعرف تتواصل انت بس كمان. كان عندي فضول الاسئله. يعني هقول لك حاجه من الطرائف، ان احنا طول حياتنا بنكتب كلمه كات وما سالناش نفسنا احنا بنقول كات وبنروح نكتب سي.
ما سالناش نفسنا السؤال ده، كنا بنعملها على طول. يعني ناس تيجي تسمع لي يا محمد اكتب كات، الله سي اي تي كات سي اي تي، وبعدين ما سالتش نفسي سؤال تاني عن النقيض كلمه مثلا سيلبريت او سيركل. ليه بقت سبحان الله يا اخي والله عشان دي قواعد في اللغه. احنا مش بنتطرق الى القواعد، انا بقول لك ان احنا ما عندناش حتى فضول ان احنا نسال ليه. احنا ممكن في العربي كان عندنا فضول، يعني بفهم اللي هو اللي بيحب التعلم ده بيحب النكش وانه يسال وليه ده وليه ده وليه دي بيتحط كذا، فهماني؟ احنا عندنا مشكله في الحته دي. هقول لك عشان يمكن واحنا صغيرين ما كانش فيه الرفاهيه بتاعت انه انت تتعلم وتسأل وتروح تدور على الانترنت وتشوف تسمع حاجات اونلاين والكلام ده كله ويوتيوب. الكلام ده كله ما كانش متوفر لجيلي وجيلك عامة. فكان اللي المستر او المس او التيتشر اللي في الكلاس، يعني احنا كنا برضو كمان بناخد انجليزي في المدرسة ما تنساش. ما كانش فيه كورسات، ما كانش فيه الحاجات المتاحة صح. دلوقتي ما كانش فيه يوتيوب، ما كانش فيه بودكاست، ما كانش فيه اي حاجة. تمام. فانت الكلمة او المعلومة اللي المستر او الاستاذ بيديها لك انت بتاخدها تحفظها. لا تجادل ولا تناقش اخ علي، هي كده. فما يعني كناش نعرف ليه بقى. على فكره احنا عندنا بودكاست اسمه لا تجادل ولا تناقش اخ علي، اسمعوه بعد اذنكم. هو مش عارف هينزل قبل الحلقه دي ولا بعدها، ولكن اسمعوه، هنحطه لكم في الاي بتاع اليوتيوب بتاعتنا يطلع. يعني دعمنا كده، قولوا لهم لايك وشير وكله في الخير. لايك وشير يا جماعه وكله في الخير، مهم والله. ولايك كتيره تمنع بلاوي كتير. اقول لك حاجه، مشكلتنا على فكره يمكن على ذكر لايك وشير، بس قبل ما نقول لايك وشير هنسالك سؤال، ممكن ولا بلاش؟ ايه رايك في اسم بودكاست مش مشهور؟ اسمه حلو. فكرتي انت اول لما فكرت في الموضوع وانا قلت لك ليه مش مشهور، قلت لي عشان احنا هنستضيف ناس هي فعلا مش مشهوره. ودي كان حاجه انا نفسي فيها من زمان، انه يعني انا لما بقعد كل شويه في التلفزيون اتفرج على ناس انا عرفت كل حاجه عنهم وناس مشاهير، ما خلاص الناس كلها عرفت كل حاجه عنهم، اتقرفنا. احنا عايزين الناس اللي مننا، عايزين الناس اللي بتتكلم عن مشاكل تخصنا. وفي ناس كتيره جدا بتضيف للمجتمع مش مشاهير بس بالزبط. عندهم اضافات كتيره جدا يعني. صح، ده حقيقي. انا عجبني فكره البودكاست وعجبني اسمه Out of the Box. بس في نقطه، يعني على فكره انت لو عملتي هاشتاج مش مشهور على اي مؤشر بحث موجود على جوجل على اي منصه، يعني مش هتلاقي بودكاست اسمه مش مشهور. ليه بقى؟ انا عملت كده، اتاكد. انت عملته هيدن ولا ايه؟ اوكي. انا بحسب عملت البودكاست بتاعنا هيدن. لا ما فكرت، بس انت عارفه بقالي قد ايه بسمي البودكاست ده؟ بتدور على الاسم؟ اديني سنين، سنه 3. انا بفكر في فكره البودكاست دي من زمان جدا، يعني لقيت ان من 10-15 سنه الناس يعني في بودكاستات بالانجليش كتيره حلوه والناس بتتعلم منها. وفكره البودكاست هي منصه تعليميه قبل ما تكون منصه يعني ترفيهيه، والناس بتسمع ناس بتهزر مع بعضها، والجميل فيها اللغه الدارجه. يعني انا دايما بعتمد على اللغه الدارجه، يعني انا ليا بودكاستات ردود على الاسئله بعملها دايما بهاشتاج نمبر، يعني هاشتاج 03 هاشتاج 02 اسئله بتجيلي فبرد. بتعمد ان اللغه تكون درجه حقيقيه واضحه للمجتمع بتاعنا يعني. فيا جماعه يعني الدعم مهم جدا، لان من عيوب عدم تلقي اللغه عدم الدعم وعدم الاحتواء. فانت هتكلمينا عن الاحتواء، فكره الناس النقاده اللي هم ايه ده قلت بادي يا ابني اسمها بودي يا ابني، يا نهار ابيض. عارفه الحاجات دي من اظن من خزعبلات برضو دي. لا دي بقى مشكله نفسيه بتقابل ناس كتير، انه انا اول ما الاقي حد غلط غلطه ولو صغيره في النطق وانا مش متخصص، يعني لو انا بس شخص مش متخصص، ايه ده انت بتقولها ازاي كده؟ طب انت ليه بتحرج اللي قدامك؟ انا عملت فيديو عن الموضوع ده لانه بيجيلي طلبه كتير، يا مس احنا بنتكسف نتكلم. ليه يا جماعه بتتكسفوا تتكلموا؟ هو اصلا من اهم حاجه ان انت تمارس اللانجوج. طب انا بعلمك في الكلاس بنمارس سوا، لكن انت لو في مجتمع ناس بتتكلم حواليك انجليزي فتبقى حاجه حلوه قوي. عشان كده هو بيجي لك جوه الاريا اللي انت بتعلميه فيها هادي حلو، انت فاكره بيتكلم معايا كويس. فاحنا عايزين المجتمع برضه يفك بعض، بلاش ننتقد يعني. يا ريت يا ريت يا ريت، لانه انتوا كلنا ما احناش خبراء يا جماعه صح. يعني انا اتعاملت كتير مع اجانب، انا اخدت كورسات مع ناس امريكان واخدت كورسات مع ناس مصريين، ولكن كانوا عايشين في بريطانيا فتره طويله. ما فيش واحد فيهم كان بيعلق لأي حد في الكورس، رغم ان هم انستراكتورز، يعني هم المدرسين اللي ليهم الحق يعلقوا لنا على الغلطات. لما كان بيعلق على الغلط كان بيعلق عليه بطريقه لطيفه جدا، بحيث ان هو يعلمك الفرق، انه انت نطقتها غلط هي بتتنطق بالطريقه دي، ولكن من غير ما اقعد اضحك على حد اتريق على حد. الكلام ده بلاش نعمل الكلام ده مع بعض، لان احنا بنكره بعض في تعلم اللغه صح.
ودي بتبقى مشكله كبيره. وعلى فكره دي ما بتبقاش كمان من الناس اللي بره، ده بتبقى من البيت، يعني يبقى ولي الامر. انا مني بحتك في تعليم الاطفال بقى، يعني انت يمكن احنا بنتكلم على مستوى التينز كبار شويه. انا بقى بعلم الاطفال، مش انا يعني انا ما بدرسش لغه يعني، بس انا يعني بشتغل في مكان زي كده يعني. فبعلم الاطفال في سن صغير يعني، فبلاقي ان ولي الامر نفسه طبعا احنا كلنا معانا اعداديه وكلنا معانا ثانويه عامه وكلنا فاهمين نقدر نعلم العيال الحروف والكلمات والجو اللطيف ده، فطبعا بنتدخل في حته كي جي 1 و2 والبتاع، فايه ده قالها بتقولها كات يلا تعالى حبيب ابوك بيتدخلوا لحد يعني لحد تينز صدقني، لحد يعني اولى اعدادي وثانيه اعدادي، لدرجه ان انا اقول له يا عم هو الموضوع مش بالطريقه دي، بس عشان ما نتطرقش في هذا الامر فبنتكلم في فكره الاحتواء. فعايز اقول لك يعني حاجه، سؤال كده جميل جدا طرق في بالي، ايه التعليق اللي جالك من اي طالب او اي ضحيه من ضحاياك يعني في التعامل كان بالنسبه لك هو مثير للدهشه والكوميديا في نفس الوقت يعني؟ افتكري كده. مثير لا هي الصراحه مش مثير للدهشه والكوميديا، انا بتجيلي تعليقات مثيره بتوجع القلب. يعني لا ليه؟ طب خلينا دي التانية. طب ما هو عشان نعرف ليه الناس بتعمل ايه في بعض. تمام. اللي هو يجيلي مثلا حد انا كاره الانجليزي. ليه كاره الانجليزي؟ انا مش عايز اتعلم، انا بس جاي عشان احاول. انا طبعا بحاول اشجعهم ان برافو ان انتوا جايين تتعلموا، لا اصل زمايلي كانوا بيتريقوا عليا، اصل اصحابي في الشغل بيتريقوا عليا، اصل في البيت اخويا بيقعد يتريق عليا. ليه يا جماعه؟ ليه بنتريق على بعض؟ ناس تانية جات لي، لا دي بقى المثيره للدهشه والكوميديا، هم ما يعرفوش حاجه عن الانجليزي، بمعنى كده ما يعرفوش حاجه عن الانجليزي، واللي خدوه في اعدادي وثانوي هم اصلا مش عارفين يفكوا الخط بتاع الانجليزي، يعني هم مش عارفين الحروف اللي انا كاتباها ABC دي هم مش عارفين بيكتبوها ازاي. فكان مثير للدهشه بالنسبه لي هم نجحوا ازاي. نجحوا على ما اعرفش بجد نجحوا ازاي، طلعوا ازاي من ثانوي مش عارفين حرف الايه من البي، مش عارفين نطق الحروف حتى. طبعا انت ما احتويتي الامر بقى، ما تعاملتيش يعني، قلتي عادي تعلميهم يعني. طبعا تعلمتهم، هم الناس جايه خدوا خطوه، وهم انا بشوف ان الناس اللي بتاخد خطوه شجاعه زي ان هم يتعلموا لغه، دي ناس شجاعه عايزه تطور من نفسها. فانا طبعا مش هقعد اتريق عليهم. تمام. انا مدرسه، انا شغلانتي اللي باخد عليها فلوس ومرتب ان انا اعلمك، مش ان انا اتريق عليك. تمام صح. لكن اتمنى من كل الناس اللي بتسمعنا ان يا جماعه ارجوكم احتووا الناس اللي بتحاول تتكلم، ما عدا طبعا لو حد يعني عامل نفسه بيتكلم واو وكده وهو اوريدي مش بينطق صح، يعني مش مهم يعني، بس ما يشوفش نفسه على اللي حواليه، بس اهم حاجه تخليه يشوف نفسه. جاز الناس تتغاظ منه وتتعلم، يعني ناخدها عارف تحفيز سلبي. هي صدقني دلوقتي اهم حاجه ان انت تتعلم اللغه الانجليزيه بالذات، لانه زي ما انتوا او كل الناس حاسه ان احنا في وضع اقتصادي مش سهل، فانت عايز تحاول تجيب فلوس باي طرق شرعيه ممكنه. فانت دلوقتي بقى متاح عندك ان انت تشتغل اونلاين. طب الشغل الاونلاين ده مع شركات كبيره مثلا لازم 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 يكون معاك انجليزي. على ذكر الاونلاين والشركات الكبيره اقول لك موقف حصل معايا. اتفضل. انت عارفه ان انا بشتغل يعني معظم حياتي في اللغه الانجليزيه، بس مش من ناحيه التدريس يعني. ايوه. في ان انا بعرضها للناس وببيعها وحاجات من هذا القبيل يعني. فانا انت عارفه بقى لي كام سنه في الموال ده؟ 20 يعني 19 فرقت سنه. ماشي. المهم يعني فجالي حد جميل جدا ربنا يحفظه، بس انا مش متذكر اسمه يعني. فجالي كده قاعد على المكتب، بعد اذن حضرتك انا عايز احجز كورس، وبيقولها بحده كورس. قلت له طب تحت امرك يعني امر يعني. قال انا عايز اخد كورس. اقول لك يا باشا. فقلت له خير، انا عندي مشكله. انا قبل ما اسمع هو عاوز ياخد كورس ليه، فايه خير المشكله؟ قال لي انا بستورد مكن صيني واللي هو موتوسيكلات وحاجات كده، وبيجي لي ناس من بره، بسافر قصدي بره علشان استورد، فباخد معايا مترجم. الاقي الشحنه جايه لي، ابقى انا اتفقت عليها حاجه، الاقي الشحنه تتغير تطلع حاجه تانية. ابعت للراجل الصيني اللي بره، الاقي اصل الراجل اللي معاه ما فهمش تفصيله فنيه معينه في المكن، فيجيله حاجات تانية. يعني مثلا هو هيستورد فيزا جات له موتوسيكلات كده يعني. فعشان كده بقى الراجل قرر من بعد عيني ما اتبهدل واتنصب عليه من بقى مترجمين طبعا وناس محترمين يعني. ما اقصدش ان المجال ده فيه ناس وحشه يعني، بس يعني كل مجال فيه الحلو وفيه الوحش. طبعا تمام. فالمهم الراجل قال لي انا عايز اخد بقى كورس، فطبعا انا بسمع بقى، فانا عايز اخد كورس بقى اللي هو اسمه باك كونفرتيشن ده.
فطبعا انا طبعا احنا اساسيات طبعا زي ما انت ما قلتي ان انا ما اضحكش او يعني عشان ابقى بروفيشنال. انا راجل شاطر ومحترف معاه فعشان ابقى بروفيشنال. بس دي مش كلمه اصلا، احنا بس عايزين نعرف الكلمه ايه بقى. لقطتها بقى كانت كلمه كونفرسيشن اللي هي conversation. فهو الراجل بيقول لي بابتشن كده وقعد يشاور لي على بقه كده، فانا هرشت ان هي المحادثه، ان هي فقلت له المحادثه. طيب طبعا اول ما شفت كده فانا قلت يا ترى بعيدوا عن الموضوع. والمهم الراجل ده في اقل من 4-5 شهور مع مدرب من المدربين المحترمين جدا يعني وصل انه سافر الصين 3-4 مرات، ودلوقتي بيتكلم لغه احسن مني ومنك ممكن. تخيلي بقى، عشان بدأ يمارس. عارفه ليه بقى انا اسقطت على هذه المشكله؟ عشان لما كنا بنتكلم على فكره النقد، انت ممكن تضرب واحد كلمه بنقد ضيعت مستقبله. دي حقيقه، هي دي الفكره، دمرتني من جوه. يعني اقول لك في عندنا بودكاست او ميني بودكاست صغير كده برضه انا بعمله اسمه داش 2. واحد بيقول لي انت ليه بتعمل بودكاستات ما تروح تلم طوابع احسن؟ لو انت مش واثق في نفسك في اللي انت بتعمله كان ممكن تاخد الكلمه دي وتبطل اللي انت بتعمله. هي دي. وتوجعك. يعني ممكن على فكره بتوجعني ساعتها ان هو ليه الناس بتعمل في الناس كده؟ يعني فهماني احنا ليه كده؟ يعني ايه المشكله؟ عارفه اللي هو لما بس هي مشكله نفسيه اكتر منها مشكله، يعني هي مشكله نفسيه. دايما احيانا ببقى مش عايزه اشوف حد بينجح، يمكن لان انا مش ناجح. دايما في طول حياتي قابلت الناس الناجحه ما بتخافش من حد، بالعكس الناس الناجحه دايما بتسبورت اللي قدامها، بتدعم اللي قدامها. ولكن لما انا ابقى فاشله فانا مش عايزاك تنجح. طب ليه انت تبقى احسن مني؟ فمش كل الناس برضو بتبقى فاهمه حاجه زي دي. في ناس فعلا كلمه زي دي ممكن توقفهم جامد في حياتهم. الدعم النفسي في الكورسز ديت يعني ده اهم حاجه. طب كلمينا فيه شويه. الدعم النفسي ده لازم يبدأ من الانستراكتورز او من المدرسين جوه السيشن. ان انا ادي زي ما بيقولوا كده حاجه اسمها سيف زون، يعني منطقه ان انت تقدر تبقى عارف انت هتتكلم براحتك من غير ما هيحصل عليك تريقه، من غير ما هيحصل عليك نقد. مش هقعد لنا ولا باقي الناس اللي موجودين في الكورس لو بيتكلموا افضل منك محدش يقدر يتريق عليك. لازم تبقى عارف حاجه زي دي. فده اول حاجه. تاني حاجه من الناس اللي في البيت. ازاي بقى؟ انا دلوقتي مثلا قاعده باخد كورس اونلاين مثلا، فيجي بابا ولا ماما ولا حد من اخواتي، يا عم هو انت فالح؟ يا عم هو انت بتعمل ايه؟ ما هو برضو انا بتعلم حاجه جديده، فانا عايز الناس اللي حواليا في البيت تدعمني. لو انا طالب مثلا ورحت لبابا، يا بابا انا عايز فلوس عشان اخد الكورس الفلاني، يا عم هو انت فالح في العربي لما هتاخد لنا في الانجليزي؟ طب ما جايز يفلح في الانجليزي اكتر من العربي، ما جايز. يعني دايما خلوا عندكم دعم لاولادكم، ودايما ما تتريقوش عليهم في الحاجه اللي بيتعلموها، لانه ده بيحط عليهم عبء بزياده وبيموت الشغف عندهم. يعني بيموت الشغف وبيحط عليهم عبء. انه هو انت احيانا الموضوع بيبقى حاجه من حاجتين، يا اما ده بيزود عندك الاصرار ان انت تثبت لهم ان انت لا انا هنجح بقى في اللي انتوا بتتريقوا عليا فيه، بس ده بيحطك انت تحت ضغط. يا اما بيموت عندك الشغف تماما. طب وخلاص بقى، اذا كان اللي ليا في البيت مش مؤمنين بيا فانا خلاص هعمل ايه؟ صح، كلام سليم. عارفه احصائيات حصلت في مش في اللغه الانجليزيه بشكل عام، يعني على المجتمع العربي عموما، ان هو في الفتره الحاليه بقى نيرفس جدا وبقى دايما تنشن. وعارفه الناس اللي هي فاكتشفوا الحته اللي انت بتتكلمي فيها ديت، ان الانسان العربي دلوقتي اندر ستريس طول حياته، فطبعا المود بتاعه مش مظبوط. وتخيلي بقى ان احنا عاوزين في الفكره دي ان احنا كمان نقتنص لغه ونتعلمها ونحطها في دماغنا وهكذا. فبتلجأ طبعا انت كانسان الى الطرق السهله، الا وهي $500 اشتري لي شهاده. يعني نيجي بقى للخزعبله اللي الناس برضو كتير بتسال عليها بعد الاكسنت. ده السؤال اللي بعد الاكسنت بقى. شهادات انا شهاده معتمده ولا مش معتمده؟ ايوه قولي لي بقى الموضوع ده بعد كده. شهاده معتمده او مش معتمده، يعني مفيش عندي شهادات معتمده في الانجليش غير هما شهادتين، وهما دول اللي ليهم لازمه يبقى معاك فيهم شهاده. حاجه اسمها شهاده التوفل، وحاجه تانية اسمها شهاده الايلتس. ودول انت بتحتاجهم عشان لو انت هتدرس في جامعه بره مصر، فهي طالبه منك حاجه اسمها proof of language او اثبات لغه ان انت معاك اللغه دي، وبيبقوا طالبين منك سكور معين او رقم معين لازم تكون جايبه عشان تقدر تدرس. او حضرتك هتهاجر كندا، امريكا، او wherever اي بلد ما، وتكون طالبه برضو
proof of language اثبات اللغه ده، فيقول لك والله احنا عايزين منك شهاده ايلتس او شهاده توفل. غير كده مفيش شهاده ليها لازمه. ماجستير على فكره ودكتوراه هنا في مصر بس للاسف في سنترز كتير بتبيع الشهاده. يا سلام، بيبيعوها ازاي؟ لانه هنا في مصر بيبقوا طالبين منك المفروض من مكان معتمد زي بريتش كونسل. لا، ما هم هنا في مصر مش دايما بيطلبوا التوفل اللي هو الاي بي تي او الانترناشونال. في حاجه اسمها توفل لوكال، ده ممكن اي حد تديله فلوس كويسه كده يطلع لك شهاده. طب انت اتعلمت حاجه؟ لا ما اتعلمتش. يعني معناها ان انا لو انا داخل بعمل انترفيو ومعايا شهادات الدنيا ملهاش اي لازمه لو انت بتعرفش تتكلم، ما بعرفش افك الخط في اللغه ولا ليها لازمه مع نفسك. انها بتعرف تتكلم وتمام ومية مية على بركه كده. الله هتتوكل على الله. وعلى فكره مدى التعلم بتاعك هيبقى واسع جدا. يعني انا هدي لك مثال من ناس انا اعرفها شخصيا. يعني اختي الصغيره ما خدتش كورسات انجليزي طول حياتها، ولكن هي كانت طالعه، احنا كنا بنتفرج في البيت دايما على افلام اجنبي ودايما بتسمع اغاني اجنبي، فطلعنا بنعرف اكواير، احنا عملنا اكويزيشن للغه، يعني اكتسبنا اللغه من كتر ما بنسمع. فهي طلعت اشتغلت في شركات كبيره جدا، كانوا دايما كل الانترفيوز بالانجلش. البنت ما معهاش شهاده انجلش، ما فيش شهاده كورس، ولكن هي كانت بتخش الانترفيو تطلع منها she got the job، هي خدت الوظيفه لان هي بتتكلم انجلش حلو. محدش بقى سألها فين الشهادة اللي معاكي، عشان هما ملهمش بالشهادة. لو حضرتك واخد شهادة ايلتس شخصيا وجبتها لي وقلت لي ده انا سكور 9 اللي هو اعلى حاجة، وانا جيت اتكلم معاك وبتكلم معاك لسه اول سؤالين لقيتك ما بتعرفش تقول كلمتين على بعض، حضرتك اتفضل بشهادتك، متشكرين، بالله واشرب ميتها من الاخر. يعني احكي لك قصه كوميديه حصلت معايا في الموضوع ده. اتفضل. انا وواحد صاحبي رحنا نعمل انترفيو من 20 سنه علشان خاطر يعني في شركه كبيره من الشركات اللي هي اتغير اسمها دلوقتي بقت شركه اكبر يعني. اوكي. فقال لي يا محمد تعالى نروح نعمل انترفيو. شركه اتصالات ولا ايه؟ حاجه كده يعني. بس احنا ما بنقولش عشان هم مش عايزين نعمل اعلانات عندنا. لا انا اقصد مش عايزين نعمل اعلانات. ماشي، احنا عايزين اتصلوا بينا شركات كوميونيكيشن يا جماعه. اتصلوا بينا والنبي شركات الاعلانات. الله يرضى عليكم، انا عايز الم الموضوع، عايز اطلع الموسم الثاني مصور والله. هنعمل لكم اعلانات بس من بعيد. المهم يعني فقال لي يا محمد ده في انترفيو بتاع الواد صاحبي ايه معرفني. فعارفه الانترفيوهات زمان كانت بتتعمل ازاي؟ كانوا يوقفوا 10 كده 10 شباب يعني قدام بعض، فتيجي حد جميله قوي كده جاي، عارفه بقى الهوا الطله الحلوه الناس اللي هي بقى بتشتغل في شركات بروفيشنال بقى الاتش ار بقى اول مره اشوف اتش ار كلاسيك بقى واحده ست بقى، كان حاجه جميله الصراحه. يعني انا بقول هنعكس، احنا ما بنعكسش، ما بنعكسش، بس حاجه طله حاجه كده تفتح النفس على اللغه يعني حلو وعلى الشغلانه نفسها. قلت بس خلاص انا بقى حاسس بنفسي. انا اولا انا جاي من طنطا رايح على القاهره في اعمل انترفيو، هم الشباب بقى القاهراويين لابسين بقى بدل وسمارت قوي وكده، وانا طبعا لابس جيليه وبرده فورمال، بس فورمال بوجهه نظر انا. اوكي مش انت بالك؟ تمام. فالمهم يعني القصه دي حقيقيه يا جماعه، ما بهزرش. فدخلت علينا يعرف السؤال بقى الجميل بتاع الانترفيوهات I want to introduce yourself ده. please introduce yourself. دي طبعا. فانا طبعا بقى هي بدات بقى، فانا لقيت ان العيال هي بتسال السؤال ده مش فاهم معناه اصلا. اصلا بقى بس لقيت العيال بترد ماي نيم از كذا، طبعا انا حافظها دي. طب الحمد لله. جت عندي بقى ساعه اللقطه، وصاحبي جنبي عمال يضحكني. طبعا اللي هيرد كويس بياخدوه على اوضه يعملوا له انترفيو. بياخدوه على اوضه الفيران. قلنا بقى انترفيو بجد بقى عشان يشوفوا الواد ده فيه ايه بقى. جت عليا بقى فقلت لها ماي نيم از محمد. اللهم صل على النبي. ماي نيم از محمد. انا نسيت اسمي. حقيقي ما جاتش سامي دي، ما جاتش غير بعد ما عارفه ايرور. ايوه عارفه الحته دي. ايوه بتاعت الويندوز. انت اتخضيت من طريقه السؤال بتاعها. هي دخلت عليا بقى، فانا طبعا نهار اسود دور جاي عليا، والتاني بيضحك طبعا مضحكني، خلى قلبي اصلا يحصل له كده. استني جايلك في التقيله. فجاي بيقول لي قلت له ماي نيم از محمد، اسمه ايه محمد سامي حافظ عشان انا كنت بعرفش اكتب حافظ دي ازاي. تمام. تي اتش دي كانت بتضايقني شويه. تكون قلتها حافظ. لا ما قلتش كده. الحمد لله حافظ عادي. اي جرادويتد اون فاكولتي. يا نهار ابيض. فاكولتي في كوميرس. طبعا هي خدتك على اوضه الفيران. هي خدتك على اوضه الانترفيو. هي ما بطلتش ضحك، هي شافتني سمعت الكلمتين دول هي وقعت من الضحك. يعني انت عارفه بقى احنا مجتمع مصري لطيف، لما بنشوف الجو ده بنقلبها سخريه بقى. قعدت اضحك بقى. ما احنا هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نعدي الموقف اللطيف. وصاحبي ده بقى عمل ايه؟ ضحك وقال يلا يا محمد. مش لسه انا مش هحرج نفسي بقى خلاص بقى. شفت صاحبي عمل ايه؟ عارفه كانت مشكلتي ايه؟ ان انا وانا راجع
هو عمال يضحك طبعا على الموقف وخد الموضوع بهزار، وهو دلوقتي مسافر بلد عربيه وقاعد دلوقتي هناك ومش فارقه معاه يعني، هو بيشتغل يعني. اوكي. انا بقى مشكلتي ان انا راجل متخرج وامي صرفت عليا 16 سنه مفروض ولا ايه؟ 16 سنه يعني تعليم. عارفه رحت يعني سالت والدتي قلت لها ايه قلت لها ليه ما ادتنيش كورس؟ والله فعلا كان موقف حياتي جامد جدا بالنسبه لي، حطني في صدمه رهيبه جدا يعني. قد ما كان الموقف كوميدي ونص الناس ضحكت طبعا، واكيد الناس دي مش ناسياني النهارده يعني، لحد دلوقتي ممكن يقولوا ده احنا مره عملنا من 20 سنه. لا ما تقلقش عشان بيعدي عليهم كتير، فيعني ناس كتير للاسف ما بتنتبهش الموضوع اللغه ده الا لما يلاقوا نفسهم خلاص احنا مش لاقيين شغل، خلاص مش عارفين ناخد خطوه في بوزيشن اعلى في الكارير بتاعنا. الدنيا زي ما انت شايف كده طبعا، الكورونا وبعد كده الوضع الاقتصادي المنهار العالم كله فيه خلى شركات كتير تقفل. طب انا دلوقتي شركتي قفلت، طب انا لازم ادور على شغل، طب انا هدور على شغل ازاي وانا ما معيش لغة؟ فبجد انا بحب كمان بقى البيرنتس بتوع اليومين دول، اهالي اليومين دول، انا اشكرهم على الوعي اللي هم فيه، لانه بيدوروا يدوا عيالهم كورسات قبل ما بيدوروا ياكلوا عيالهم بيدوروا على الكورسات والتعليم الاول. صح. ودي حاجه انا بجد بشجع عليها كل امهات وابهات الجيل الجديد. بجد شكرا ليكم ان انتوا عندكم وعي كافي، وكمان مش بيدوا الولاد احيانا لغه واحده، في ناس اعرفهم بيدوا لغه واتنين. جميل. صح. وده في سن صغير ينفع على فكره. انا اتعلمت حاجه، انه انت لو انت عندك الرغبه فانت هتتعلم سواء في سن صغير او في سن كبير. يعني برضو يا جماعه دي من خزعبلات اللغه برضو، انه احنا دايما نقول النقش في الصغر كالنقش على الحجر. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. سوري انا بعتذر، التعليم في الصغر. لا عادي براحتك، احنا مصطبه ما تلاقيش اغلطي زي ما انت احنا عندنا احتواء في الغلط. انا عايزه اقول لكم ان انا جالي قبل كده ستودنت هي كانت صديقه لوالدتي، وكانت عايزه تتعلم لغه انجليزيه لان هي اشتغلت في مدرسه كل الناس حواليها بيتكلموا انجليزي وهي عندها 50 سنه. والست دي كانت من افضل الستودنتس اللي عدوا عليا، لان هي كانت كين جدا على التعليم. كانت يعني كين دي يعني هي ست كانت عايزه تتعلم ومصره على مصره ان هي تتعلم وتنطق كويس. وفعلا رغم ان هي عندها 50 سنه او 51 سنه، لا الست دي اخدت معايا تقريبا فتره كويسه وبقت تتواصل وتتكلم وكانت بتذاكر وبتعمل هوم ورك والاساينمنتس. لا فاحنا دايما بنقعد نتريق على الناس الكبيره ان هي هتاخد، او انا شخصيا اقعد اقول لنفسي لا انت كبرتي وانت لسه هتتعلمي. لا يا جماعه احنا ممكن نتعلم في اي سن وفي اي وقت. صح. دي كلام سليم. طب بصي اقول لك حاجه تانية، انا بصراحه عاوز اخد اللغه. عارفه اقول لك حاجه، لما واحد يروح يشتري جزمه معلش دي حته مهمه جدا يعني. ففي واحد بيروح يجيب جزمه ب 250 جنيه من اي حته عاديه، وفي واحد مصر انه يجيب الجزمه اللي عليها علامه صح الاصلي. ايوه. ام 5000 جنيه، ام 6000 جنيه. ايوه جميل. عارفه اللي هو بيروح يدور. معلش انا قلت مثال التشوز ده لان انا احيانا بفكر كده، بس بينه وبينكم والله انا برضو يعني لبست بعض البراندات اللي هي متوسطه الفلوس يعني مش كتيره. أيوة. انت مريحه للرجل بصراحه يعني، عشان ما اكذبش يعني. أوكي. بس انا ما اقصدش المثال قوي في الحته دي. فانا معلش بقى بصراحه انا مش هاخد غير مع الاجانب. اصل في بودكاستات بتقول الكلام ده. أيوة. اصل في منصات خارجيه بتقول لما تتعلم اللغه مع واحد اجنبي لطيف ومش عارف ايه. على الرغم من ان في مره انا احتكيت بالتجربه دي ولقيت ان الاجنبي اللي هو بيعلمني ده اصلا هو مزارع في بلده. يعني مش واخده بالك دي من ضمن خزعبلات اللغه، ان احنا دايما بيتهيأ لنا ان الاجانب اجانب ولا مصريين افضل. لا هقول لك مش اجانب او مش مصريين. دلوقتي لو انت بيجنر وما بتتكلمش انجليزي خالص، لو حضرتك دخلت مع مدرس اجنبي او دخلت ممكن يكون هو نيتف بس مش مدرس. يعني ايه؟ يعني هو بيتكلم اللغه الانجليزيه هي لغته الام، ولكن هو حد ما درسش ازاي يوصل المعلومه. فدي بتبقى مصيبه كبيره، مشكله، لان انت كده بتحط فلوس في حاجه انت مش هتستفيد منها حاجه. بالذات لو انت بيجنر. احنا نقدر نعمل الموضوع ده شويه لو احنا ناس ادفانسد وعايزين، يعني انا مثلا بتكلم انجليزي حلو قوي فاقدر اتواصل مع حد بالانجلش، مش لازم يكون بيعلمني. احنا هنفتح بقى موضوعات محادثه ونقعد نتكلم نرغي احنا الاثنين. لكن لو انت عايز حد يعلمك يفضل يكون من نفس لغتك الام. ليه بقى؟ لان انت لما بتيجي تبدا، انا كمثلا مدرسه، انا اصلا مصريه بتكلم لغتي الام المصريه او العربيه،
وعرفت ايه التريكات اللي ما بين اللغة العربية وما بين اللغة الإنجليزية. يعني مثلا هديك مثال، لما تيجي مثلا أشرح زمن الماضي، فاحنا في العربي بنقول أنا كنت نايم، أنا كنت نايم. يعني هنا انت بتستخدم، لو احنا قلبناها انجليزي انت هتفكر ازاي؟ هتفكر بالعربي ان انا هستخدم verb to be وبعد اللي هو was او were يعني في الماضي، وبعدين احط الفيرب اللي هو بقى play played sleep slept. طبعا انت بتطلع لي غلطة كبيرة جدا. الاجنبي مش مدرك ده لانه مش عارف ان لغتك الام فيها التركيبة دي، فيها الجرامر ده. انما هو الجرامر بتاعه ده اسمه ماضي مستمر باين ولا ايه اسمه؟ لا مش هنتكلم في اسمه ايه بالظبط، لا هو اسمه لا هو ماضي بسيط، ماضي بسيط خالص. طب تقولها لهم طب I played على طول كده على طول. لا I played ايه بقى؟ انا نايم. I slept على طول. I slept ده حدث مش مستمر في الماضي. لا انا دلوقتي مش بتكلم على حدث مستمر في الماضي، عشان بتكلم على هتقعد تنتقدنا، عارفه حاجه ممكن تسيب البودكاست وتقول لا الحته ديت عشان اقول حدث مستمر في الماضي. ايوه عشان اقول حدث مستمر في الماضي لازم اديله تايم. يعني ايه؟ يعني اقول I was sleeping yesterday at 9 p.m. انا اديت تايم اهو. حلوه برضه. وين مام كولز مي وانا نايم بقى عشان احط لك الزمانين مع بعض. شفت؟ بس انا شاطر صح؟ انت شاطر يا مستر. ده يعني يا جماعه احنا شرحناها بس عشان طبعا الناس اللي بتحب تنتقدنا من ناحيه اللغه، احنا انا بس يا جماعه عايزاكم يعني تبقوا عارفين كل الناس اللي بتسمعنا انه مش كل اللي بيلمع ذهب. يعني ايه مش كل اللي بيلمع ذهب؟ يعني مش كل اللي شكله حلو قدامك وغالي واماكن بتقولك ده احنا هنديك بكام ألف جنيه ومعانا مدرسين اجانب يبقى المكان ده بيرفكت وانت هتطلع منه بيرفكت. عارفه انا لمست ايه في كلامك؟ اتفضل. والله طلعت بيه النهارده، يعني والله اتعلمته ان التوعيه النفسيه والادراك، فكره ان انا اقعد اتكلم مع الناس حتى لو كان سيشن اور 2 سيشنز قبل ما يتعلموا اللغه، في الكلام اللي احنا بنعمله في البودكاست ده افضل بكتير جدا ما انا اخش في صلب الموضوع على طول، بحيث ان انا اهيئ الناس نفسيا. انت رايح على ايه؟ مقبل على ايه؟ الخطوه دي حجمها عامل ازاي؟ ويعني انا شايف ان ممكن اي انستراكتور او اي مدرس او اي حد يعني او مدرب يتعامل مع الناس اللي بيشتغلوا معاهم كده بالطريقه ديت، يعني حصه او 2 او 3 او قعده او 2 او اورينتيشن سيشنز او ايفنتس او كده. صح، دي حاجه لازم، لانه انا كمان اهم حاجه كمان في تعليم اللغه انه انت اللغه دي تلمس حياتك. لو اللغه لمست حياتك شخصيا، انت قدرت تتكلم عن حياتك. ففي علماء اللغه بيقولوا ان احنا بنعمل ربط حسي ما بين حياتك واللغه، فانت بتقدر تكتسب اللغه اسهل واسرع، والمعلومات اللي انت اكتسبتها بتحتفظ بيها في مخك لوقت او فتره اطول. تمام. يعني الناس محتاجه تنميه بشريه قبل المدرسين. انا كمدرسه عن نفسي انا قعدت اقرا كتب علم نفس كتير قوي. في ناس ما بتعرفش علم النفس. لا دي حاجه مهمه جدا. لانه انا دلوقتي عندي طرق مختلفه للتعليم. يعني حضرتك مثلا بتتعلم عن طريق الليسننج، ودنك هي اهم حاجه. انت بتاكواير يعني بتكتسب تعليمك عن طريق الاستماع. في ناس تانية بتكتسب تعليمها عن طريق عينيها لازم تشوف حاجات كتير. ناس تانية بتكتسبه عن طريق انهم يقعدوا يكتبوا. فأنا لازم أبقى فاهم اللي قدامي طريقة اكتسابه للتعلم ازاي، ولازم أوفر في الكلاس بتاعي كل الوسائل اللي تضمن ان اللي بيسمع هيكتسب، اللي بيشوف هيكتسب، اللي بيتعلم عن طريق السنسز دي يعني او الحواس دي هيكتسب كل حاجة. غير بقى كمان بيتعاملوا مع اطفال، دي مشكله تانية. ده موضوع الاطفال ده بقى مش هنتطرق اليه يعني، حتى لو مراهقين فانت لازم تبقى عارف ازاي تتواصل معاهم. فلازم يبقى عندك ABC علم نفس كده في التعامل مع البني ادمين. لانه احنا دايما الناس بتبصلنا لو انت شخص يعني انت تقدر تأثر في حياة الناس. انا مؤمنة بده. انا كمدرسة انا مش بس بخش اعلم لغة، انا بخش اعلم اخلاقيات، بخش اعلم ذوق، بخش اعلم حاجات كتير جدا مجتمعنا افتقدها اليومين دول، لانه احنا بقينا معتمدين على الدروس بس. فانت لو رايح درس فمعلش انا ما عنديش وقت اقعد اعلمك الاتيكيت واعلمك ان ده صح وده غلط. صح. يلا سمع، يلا اكتب، يلا مع السلامة. تمام صح. انا اقدر اثر في حياة الناس لو قدرت اوصل لشخصياتهم وقدرت اثر عليهم، بس بطريقة طبعا ايجابية مش سلبية. تمام. يعني انا والله سعيد جدا 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 بالكلام الحلو ده. هل لك اضافة اخرى فيما سبق من اقوال؟ لا انا ما عنديش اضافات تانية، بس عايزاه اي حد بيفكر يدرس لغة ياخد باله
انه الشهاده اللي انت هتاخدها المعتمده مش دي اهم حاجه. اهم حاجه يكون الانستراكتور او يكون برنامج الكورس هو الملائم للي انت عايزه. انه تاني حاجه الانستراكتور يكون شخص متفهم، ما يكونش شخص داخل يتمنظر عليك باللغه اللي هو عارفها، لا انت داخل تتعلم منه مش داخل عشان هو يتنطط عليك. دي حاجه مهمه برضو. الناس كتير بتفقد يعني بتفقد حبها لللانجوج من كتر مثلا ما المدرس بيخش يتكلم انجليزي 100% في السيشن واللي قدامي بيجنر لسه مش فاهم ولا كلمه. طبعا الصح ان احنا نتعلم بالانجليزي، ولكن لو لقيت اللي قدامي مش فاهم تماما فحاول تفهمه بكل الطرق الممكنه، واحنا بالاشاره بالبادي بالتمثيل بالصوره بكل حاجه، بس المهم ما يطلعش فاهم حاجه غلط. تمام. زي ما قلنا برضو مش كل حاجه دهب بتلمع، يعني مش كل كورس غالي جدا وفي مكان واو يبقى هو ده الكورس اللي هيفيدك. والله زمان يا ست الكل كنا بنتعلم مع الطبليه، كان يا الله العظيم الطبليه اللي انسى بس كتاب باب باي بت ده، انسى الليتس توك ده. كان في كتاب اسمه ليتس توك، عارفه ليتس توك بتاع زمان كان في التعليم. ليتس توك عارفاه ده بتاع كونفرسيشن. المهم كان الكتاب ده موجود يعني. فكان دايما المدرس يقول لي اركن ده تعبنا اجيب لك ورقه ولا ونشرح لي بقى فيرب تو بي وعباره عن ايه وكده. احنا طبعا مدينين بالفضل بكل حد علمنا يعني. طبعا. في نهايه الامر هسالك سؤال لطيف جدا بحب اساله كل ضيوفي اللي هم بستضيفهم لاول مره. فضل. ايه الشخصيات اللي في حياتك اللي اثرت فيكي في مجال العمل؟ بلاش بقى ماما وتيتا وكده، في مجال العمل. اوكي يعني ما تغمضي عينك كده تفتكري واحد. انا فاكره جدا يعني ما اقدرش انسى. في اخر سنه ليا في الكليه اخدت كورس انجلش، والكورس ده كان بيشتغلوا انستراكتور اسمه مستر عماد، يعني ربنا يمسيه بالخير لو هو لسه عايش، انا ما اعرفش عنه حاجه للاسف دلوقتي. الراجل ده كان عايش في بريطانيا فتره طويله واتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا غير اللانجوج. يعني الراجل ده كان بيعلمنا اصول اتيكيت، كان بيعلمنا ذوق في الكلام، كان بيعلمنا ازاي يعني عمره ما اتريق على حد فينا في النطق، رغم ان احنا كنا بننطق نطق غريب جدا، ولكن عمره ما اتريق على حد فينا. كان بيعلمنا ازاي نكلم الناس اللي حوالينا سواء الاقل مننا في المستوى اجتماعيا او فكريا، والناس اللي اعلى مننا برضو. الراجل ده انا اتعلمت منه كتير وحبيت ان انا اطلع انستراكتور بفضله. يعني ربنا يكافئه خير على اللي هو علمه لنا فعلا. كان من افضل الشخصيات اللي انا قابلتها، وهو الرول موديل بتاعي في التيتشنج انجلش يعني. طبعا انا مستر عماد اشتغلت معاه فتره برضو، وكان طبعا بقى بيحطني في حته محمد اللي هو بيحل كل حاجه. محمد الحليل العقد. وبعدين في الاخر يشتكي مني يقول له لا بس انت قلت لي هتحلها بس ما حلتهاش، يعني حطتني في حته الفهلاوي عارفه. ايوه مستر عماد من الناس الجمال جدا، واول ما جه من بره هو يعني كمان حتى اتجه ان هو يبقى عنده منحل وبيشتغل في الزراعه. هو يعني انا كنت حاسه ان هو مش هيكمل يعني في الموضوع. صدقني انا حابب الجو ده. انا برضو بفكر ان بعد عمر معين انا اروح اجيب برضو فارم بقى مزرعه. لا مش مزرعه، عايز اقعد فعلا في حته فيها الطبيعه مني للطبيعه كده يعني، واقعد بقى الاكل وازرعه. والله ليا المزاج ده، بس مش عارف احقق ده امتى يعني. نسافر بقى جرينلاند ولا اي حته من الحتت الحلوه دي. بنشكر مستر عماد وهو من الناس المحترمين جدا يا مستر. يعني ربنا يكون سمعنا يعني اللي بيسمع البودكاست وعارف الفيسبوك بتاعه او عارف ده يعمل منشن لمستر عماد وربنا يبارك. عارفه سألتك السؤال ده ليه يا مستر؟ عشان اي حد بيأثر في اي حد مشهور بالنسبه له. بالنسبه للناس مش مشهور، يعني ممكن الناس ما تعرفش مين مستر عماد. انا عارف طبعا مستر عماد وحضرتك عارفاه، بس الناس مش عارفاه، بس هو مشهور جدا بالنسبه لنا. والاقوال المأثوره اللي قالها لنا بتعلم فينا. دي حقيقة. دي فكره بودكاست مش مشهور، فلفظ مش مشهور اسقاطا على اي حد مشهور بالنسبه للافراد العاديين، مش شرط يكون بوم طخ تش دوم. صح. وبالذات المهم ان هو يكون حد بيأثر في حياتنا تأثير ايجابي، من لا يؤثر في الناس سلبي. لا يؤثر فيهم ولا يتأثر بهم. اشكر الناس ونقول لهم باي باي. شكرا ليكم، واتمنى نكون ضيوف خفاف عليكم يا رب. باي باي، واتمنى ان البودكاست يعجبكم. باي باي. شكرا لكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. بودكاست مش مشهور مع محمد سامي.